ويا اهلا بيكم، معاكم رانيا موسى وحكايه ورا روايه وذكريات محرمه لنور عبد المجيد. القصه بتاعتنا بتدور على احلام يوم ما خدت الثانويه العامه. كان المفروض انها تروح تقدم في اي كليه، لكن كان مفروض عليها انها تغير طريقها وخطتها وتروح تدور على شغل. هي بنت بسيطة جدا، الأم اشتغلت بالخياطة لما الأب فجأة سابهم وسافر، ما عرفوش عنه أي حاجة. بيساعدهم في مصاريفهم جارهم جابر وأمه أكبر منها بشويتين، بيتنازلوا عن الإيجار وما بيرضوش ياخدوه منهم لأن هم صحاب البيت، رغم إن هم غلابة زيهم بس بيساعدوهم وحاسين بيهم. جريت تدور على شغل، معاها الروجيتا بتاعت مامتها، قالت كفايه بقى، انا مش هفضل كل شهر اقول لجابر هاتلي دواء ماما. فعلا قالوا لها روحي هنا في عياده لدكتور فاتح جديد اسمه دكتور ياسين، دكتور نساء وتوليد. فعلا راحت وطلعت، شافها قال لها انتي صغيره قوي، قالت له بس محتاجه الشغل قوي. شاف الروجيتا بتاعتها، هو عجبته قوي انها جميله قوي، وحس ان هي فعلا محتاجه الشغل ده. قال لها انا هجيب لك ممرضه تدربك، والله لو لقيتك بتشتغلي كويس خلاص انا هشغلك، ما كانش يبقى هتعملي اعمال نظافه وبس. قالت له موافقه، وجت فعلا ممرضه ودربتها وحذرتها، قالت لها اوعي تحبي، بس ازاي ما تحبوش؟ مش حبيته، دي عشقته، حبيته فوق الحب حب. وللأسف علاقتهم اتطورت كل يوم عن التاني لغاية ما وصلوا لعلاقة محرمة. بس ياسين كان دايما بيأكد عليها ان هي عذراء وان هو دكتور نسا، ففاهم كويس حدوده ايه. حتى في يوم ما حصل لها ألم شديد جدا قال لها ما تخافيش، هتفضلي عذراء وطاهرة وشريفة. طب وبعدين؟ قال لها بحبك وعايزة اتجوزك. طبعا هي مش مصدقة نفسها من السعادة، معقولة انا هتجوز ابن الناس ده بجد؟ معقولة هبقى قريبة منه؟ اللحظات اللي بيسرقوها من عمر الزمن عشان يكونوا مع بعض بالنسبة لها الحياة كلها. لما الدنيا اتطورت معاهم وكانت معايا في علاقتها القاسمة دي، كانت على كرسي الليزي بوي. الكرسي ده بيعمل مساج. هي اول مرة كانت طايرة من الفرحة وبتقول له حبك كان بيدغدغ مشاعري. قال لها لا، ده الليزي بوي هو اللي بيعمل كده يا احلام. وفي بانكيت صغير بيفردوا رجليهم عليه. كانت قطة قاعدة في حضنه دايما بعد الناس ما تمشي. بترجع لأمها البيت، الأم بتقول لها وبعدين جابر مش هيستناكي كتير يا أحلام. لا، مين جابر ده اللي هيستناني؟ ده أنا معايا اللي أحسن منه، وعلى فكرة أسدله دينه. قالت لها دينه؟ وانتي فاكرة ان انتي عليكي ليه دين؟ الدين يتسد، لكن المعروف والود ما بيتسدش أبدا. هتلاقي يعني ايه يا ماما؟ يعني هو دلوقتي لو الدكتور ياسين جه وتقدم لي انت مش هتوافقي؟ قالت لها ابدا، عمري ما وافق، لا هو من توبنا ولا احنا من توبه يا بنتي. ياسين اللي غارق لشوشته في حبها راح لوالده ووالدته، بحب واحده من اسره بسيطه. طب وبعدين؟ امه صارت وهاجت وماجت وقالت له بقول لك ايه، ابني انا ابن الحسب والنسب يتجوز واحده بسيطه؟ قال لها هرفعها يا امي. قالت له انت زي باباك بيحب الغلابه، ده امنيه حياته ان هو قبل ما يموت يكون بيعمل كشف خيري مجاني يعني. قال لها ايوه انا وارث جيناته، ويا ريتك تقدري اللي احنا فيه. الاب سكت وراح له العياده. اول ما دخل وشاف احلام عذر الابن، بس قال لها لو انت اللي غاوتيه تبقى انسانه مش ذكيه، لو انت اللي غاوتها يبقى برضه انت طلعت مش ذكي. لكن لو بتحبوا بعض بجد، الحب مفيش علينا له سلطان، القلوب دي تبقى اختيارات لربنا. وفعلا قعد يتكلم مع ابنه، وابنه قال له انا هاخدها وخليها تتعلم بره وتدرس تبقى دكتوره زيها يا بابا. قال له طيب تعالى معايا نروح مشوار بعيد على اطراف المدينه ونفكر في الموضوع ده. وهم في الطريق كان السواق ماشي بسرعه كبيره جدا، العربيه اتقلبت وعملوا حادثه صعبه قوي قوي قوي.
الأب الحنون اتوفى والسواق. أما ياسين دخل في غيبوبة صعبة قوي. أحلام لما عرفت الخبر جريت اتجننت، راحت على المستشفى. الأم اللي لسه تراب المدافن على هدومها ما رحمتهاش، لقت اللي بتضربها وبتجيبها من شعرها وبتقول لها حسك عينك تيجي هنا تاني، هو في غيبوبة وكلها ساعات وهروح ادفنه. معقولة القسوة دي من أم؟ كانتش مصدقة نفسها وقالت لها ايه، بقول لك ايه، انت تروحي تسلمي المفاتيح بتاعه العياده بس مش النهارده، روحي لمي حاجتك وبكره لينا كلام تاني. احلام هربت. الدكتور قال لها اللي في العنايه يا بنتي اوعي تيجي هنا تاني، لو جيتي هبهدلك، انا انقذتك منها المره دي لكن مره تانيه مش هقدر اعمل حاجه. جريت احلام وراحت على العياده تلم حاجتها، عايزه تاخد اي حاجه ذكرى منه. القلم اللي بيكتب بيه خدته، تدعي ربها ان هو يقوم بالسلام، مش قادرة تعيش من غيره. فكرت اخد ايه تاني ذكرى، بتبص على كرسي اللي زيبوي، اخده ازاي، صعب بيتشال. لكن فكرت ان هي تاخد البنكت، تقيل شوية بس مش هيبقى اتقل من حزنها اللي حاساه في قلبها. شالت البنكت وكانت بتجرجره في منتهى الصعوبة على السلم، واول ما نزلت تحت لقيت البواب بيصرخ وبيقول حرامية، امسكوا الحرامية. وكمان الحارس اللي كانت بعتاه الدكتورة امه ام ياسين بتجري عليه، بيجري عليها وبيقول لها انت حرامية، هم قالوا لي ام الدكتور ان انت هتسرقي حاجة، حرامية وسرقتي وخدتي فلوس من الدرج كمان. انا ابدا، انا هسرقه، عمري ما عملتها، هعملها وهو بين الحياة والموت. قال لها انت حرامية. خدوها على الاسم ولفقوا لها قضية ان هي حرامية. سألوها طب انت واخداه ليه، ده حتى مش مخدوش خدش عشان تقولي انك هتصلحيه. قالت لهم مش عارفة، انا حسيت ان انا عايزة اخده. جالها جابر الجار الطيب اللي واقف جنبها، قال لها ردي يا احلام، ردي هيحبسوكي ارجوكي. ما رضيتش. راح للام وتحايل عليها لغاية ما اتنزلت. لما روحت احلام الام قالت لها ما عادش لينا عين نفتحها في الناس في الشارع، الحل الوحيد حاجة واحدة بس، ان انتي تتجوزي جابر من بكرة. قالت لها ده اللي هيخليكي ترفعي راسك يا امي؟ قالت لها ايوه. وافقت احلام واتجوزت جابر. ياسين المفاجأة انه بيفوق من الغيبوبة لكن مش فاكرها. بيجيله خيالات عن واحدة بتبقى في حضنه كأنها مراته. بيسأل أمه ماما هو احنا كان في جواز أو في حاجة، يعني أنا متجوز؟ قالت له لا، انت كنت هتخطب بنت أرستقراطية جدا من عيلة كبيرة جدا، بنت السفير الفلاني، بس الغيبوبة دي خلتك يعني أجلنا الموضوع شوية، واحمد ربنا بقى ان انت طلعت. بس هو طلع عنده مرض عصبي ومش بيتحكم في أعصابه كويس. هيكنن ويفتكر مين دي، مين القطة اللي كانت بتتمسح فيه دايما. سافر بره يكمل علاجه، وهو مسافر بره في الطيارة افتكر كل حاجة، شاف أحلام وعرف هي مين. بس الدوامة خدته في العلاج. بعت لها رسالة كانت بتتجوز جابر في اليوم ده. جوزت جابر وحاولت ان هي تنسى ياسين، لكن بعد اسبوع او 10 ايام حست بأعراض حمل. اتجننت ازاي، مفروض ان انا كنت عذراء، حصل حمل ازاي؟ كانت هتتجنن. جابر فرحان بالحمل اللي جاي هو وامه وامها. كان كل اللي يهمها ان بنتها طلعت شريفة قدام جوزها. حاولت تجهده منفعش، طلع خطر على حياتها. احلام كانت هتتجنن، تقول طيب ده لو اتولد ابن 7 شهور يبقى قدام جابر ايه، 5. هي خبت على جابر انها حامل لغاية ما عدى شهر من جوازها، لكن كانت عملت تيست حمل او اختبار حمل وتأكدت ان هي حامل. ياسين رافض يسيبها وحط بذرة الحب جواها. ياسين رجع لقى حبيبته حامل، صدم وسكت مش متخيل. فضلت حزينة طول شهور حملها واحساسها بالذنب عالي جدا، حاسة انها ظلمت جابر ان هي ما اعترفتش له بالحقيقة.
وجه يوم الولادة اللي حلفت جابر ان هي ابدا ما تروحش مستشفى علشان خايفة يعرف ان الطفلة اللي جواها مش بنته. بتروح المستشفى وهي بتولد، بتحصل لها انتكاسة كبيرة والدكتور بيسيب جزء من المشيمة جواها لدرجة ان هي كانت بتموت. طلع الدكتور يتخانق مع الممرضة اللي قالت له حرام عليك، انت سايب حاجة جواها ودي هتنزف وهتموت. لا انت مش فاهمة حاجة. جابر الطيب راح يقول له معلش يا دكتور سامحنا واعذرنا، اصل دي ولادة مبكرة 7 شهور بقى انت عارف. قال له 7 شهور؟ ده ايه الجهل اللي انت فيه ده؟ انت لا مش عارف مراتك حامل في كام؟ ده طفلة معدية 9 شهور ومكتملة النمو بالزيادة، انت مغيب. طلع ومشي. احلام احساسها بالذنب مش قادرة تبص في عيون جابر ولا قادرة تتكلم، بتبكي وبس. انتكست فعلا وتوفت من كتر احساسها بالذنب والمشيمة اللي اتثابت جواها. جابر مش قادر يسامحها، لكن وهي بتموت قالت له اكرم بنتي علشان خاطري انا. ياسين اللي افتكر بس ما قدرش يعمل حاجة، اتجوز واحدة زميلته لكن كان من غير قلب ولا مشاعر. انتهت احداث روايتنا، يا رب تكونوا استمتعتم بيها. والرواية فيها احداث كتير شيقة وكمان فيها نهاية معقولة ومرضية لأطراف كتير. باي باي، تحياتي.